بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد دائما معكم في برنامج ياسمين والرسام، امتدادا لكل سلسلة المعارض الفنية الجميلة قوي على مستوى الجمهورية. هنروح بكم النهارده لمعرض من أهم معارض الفنون التشكيلية، وهو معرض الإبداع الفني الدولي للفنون التشكيلية، واللي نظمه ونسقه الفنانة التشكيلية ابتسام محمد، واللي يعتبر من أهم المعارض فعلا اللي موجودة على الساحة الفنية، واللي ضم عدد كبير جدا من كل الفنانين خصوصا الأطفال في أكاديمية الفنانة ابتسام، اللي كان موضوع المعرض فيها عن فلسطين والقضية الفلسطينية، واللي كل واحد عبر برحته والريشة والألوان عن فكره، عن رؤيته في حل القضية الفلسطينية من وجهة نظره. واللي زاد المعرض رونق وقيمة عظيمة جدا هي الإضافة الجميلة قوي من الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن القائم بأعمال نقيب الفنانين، والأستاذ الدكتور علا يوسف أستاذ التصوير بالكليات المصرية والدولية، ان هم عملوا 5 جوائز مالية لأفضل 5 أعمال من أعمال الأطفال في المعرض. ودي كانت لمسة جميلة جدا لبث الطاقة الإيجابية، وكمان تشجيع كل الفنانين والفنانات خصوصا الأطفال على الإبداع بلوحاتهم الجميلة والمتميزة الرائعة، عشان خاطر نوصل ونرتقي بالفن المصري إلى الفن العالمي. هنروح بيكم دلوقتي لبعض اللقاءات الجميلة قوي اللي رصدناها مع مجموعة كبيرة جدا وجميلة قوي من كل الأطفال بلوحاتهم الجميلة والرائعة والمبهرة، واللي أجرى اللقاءات الإعلامية ياسمين أحمد. من داخل ملتقى الإبداع الفني الدولي بأكاديمية الفنون، يسعدني أن ألتقي فنانة جميلة جدا بلوحات في غاية الجمال. عرفيني بيكي. اسمي بسملة شريف. أهلا بيكي، كلميني عن لوحاتك المشتركة بيها النهاردة. اللوحة ديت بتتكلم عن وضعهم الحالي، وان هم قاعدين في خيام والبيوت متكسرة وبس. واللوحة التانية بتتكلم عن ان هي مامتها وباباها ماتوا، فهي واقفة قدام الحريقة وبتتفرج عليهم لان هم ماتوا وتفتكرهم وكده. ربنا يرجع لنا لفلسطين. كلميني ايه الالوان المستخدمة في لوحاتك؟ استخدمت الخشب. شاركتي في معارض قبل كده؟ اشتركت في معارض، اخدت جوايز وحاجات. قولي لي بقى، الرسم بيأثر في حياتك ازاي؟ يعني لما بكون مبسوطة برسم، او زعلانة برسم، بعبر بيه. لو حابة بقى توجهي كلمة شكر لوصلك مستوى الجميل ده في الرسم، توجهيها لمين؟ اوجهها لربنا اولا، شكر ربنا، وبعد كده ميس ابتسام وماما وبابا. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، واتمنى لك مزيد من النجاح. شكرا ليكي. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الجميلة بلوحة جميلة جدا لفلسطين. عرفيني بنفسك. اسمي أسينات محمد، 14 سنة، في بريب 3. كلميني بقى لوحتك اللي مشاركة بيها النهارده. دي لوحة بتعبر عن دمار في فلسطين، وده طفل متمسك بحلمه ان هو لسه متمسك ان القدس هتفضل زي ما هي وهتفضل فلسطين. كلميني بقى عن الوانك المستخدمة في اللوحة. استعملت الوان اكليريك ودمجتهم. قوليلي بقى، الرسم بيأثر عليكي في المذاكرة؟ لا طبعا ما بيأثرش، بس هو حاجة مهمة طبعا في حياتي علشان يعني بيعبر عني وعن نفسي. شاركتي في معارض قبل كده؟ شاركت قبل كده كتير. اتمنى لك مزيد من النجاح. لو حابة بقى توجهي كلمة شكر ووصلك مستوى الجميل ده في الرسم، توجهيها لمين؟ طبعا هوجهها لربنا، بعدين هوجهها لماما وبابا ان هم ساعدوني ان انا ابقى فنانة تشكيلية، بعدين هوجهها لميس ابتسام اللي ساعدتني ان انا ارسم واخد بالي من الرسم. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، واتمنى لك مزيد من النجاح. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانة الجميلة ب3 لوحات في غاية الجمال. عرفيني بيكي. جودي محمد عادل. اهلا بيكي يا جودي، كلميني عن لوحتك المشتركة بيها النهارده. ده راجل تمام، هو المفروض اصلا خرابه وكده وفي نار وكده، بس هو مش عايز ابنه يشوف الحاجات دي، فمخبي وشه. والحيوانات برضو بتحس، انا رسمه الكلب عشان اعبر ان الحيوانات كمان بتحس باللي هم فيه وكده. واستخدمت الوان اكليريك في اللوحه دي. تمام، كلميني بقى عن لوحتك الثانيه المشتركه بيها معانا برضو النهارده. ده المسجد الاقصى. انا حبيت اعبر يعني ان هو رسمت الخريطه في النص ولونتها على اساس ده ايه الجمال يعني اللي فيها، وبعد كده من الباقي زي الدخان والخرابه وكده، وما لونتش الباقي عشان اعبر يعني اكتر. برضو الوانك المستخدمه فيها اكليريك برضو، ومستخدمه قلم تحبير هنا عشان احدد اللوحه. كلميني بقى عن اللوحه الثالثه اللي مشاركه بيها معانا النهارده. ده جد، ودي حفيدته. وده انا حاولت اعبر يعني ان هو كان زعلان بعد ما حفيدته ماتت يعني في الحرب، وعملت الخلفيه اعلام فلسطين
لوحاتك كلها جميله جدا. كلميني بقى، الرسم بيأثر عليكي في المذاكره؟ لا اصلا عشان عندي ميس رسم في المدرسه فالاتنين كويسين. شاركتي بقى في معارض قبل كده؟ شاركت كتير وخدت جوائز. لو حابه بقى توجهي كلمه شكر للي خلاكي تبقي في المستوى الجميل قوي قوي في الرسم ده، توجهيها لمين؟ ربنا الاول، بعد كده ماما وميس ابتسام. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده واتمنى لك مزيد من النجاح. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الصغيره بلوحتين في غايه الجمال، عرفيني بيكي. انا اسمي سلمى وليد، عندي 12 سنه. اهلا بيكي يا سلمى، كلميني بقى عن لوحتك الجميله اللي مشاركه بيها النهارده. انا شاركت دي ودي عن فلسطين، عن الحرب وكده. انا رسمه كانت ده بنت الشهداء بتوعها، يعني عيالها، وعيالها دايما روحهم معاها ودايما بيطبطبوا عليها. ودي خشب وحاجات كده، العفش والدمار اللي كان في البيوت، وطبعا دي النار اللي اسرائيل بتولعها يعني عشان تدمر البيوت، ودخلت جوه. وطبعا السماء مش صافيه، فيها نار وكده. ايه الالوان بقى اللي استخدمتيها في لوحتك؟ استخدمت الوان اكريليك. كلميني بقى عن اللوحه دي. انا رسمت النهارده البيوت من غير شبابيك عشان الدمار وكده، لان مفيش شبابيك عشان الدمار. وهنا كان في طفل برضو كان مش مستسلم وبيكتب العودة لديارنا، بس مخه كان كبير وقال ان احنا عايزين نحرر فلسطين. وده طفل زعلان على اخوه اللي مات. ودي تراب وحاجات كده عشان البيوت المكسرة. ودي السما فيها نار وكده. اشكرك على تعبيرك الجميل قوي ده في اللوحه من رغم صغر سنك. ايه الالوان اللي انت مستخدماها في اللوحتين؟ في اللوحتين اكريليك، لون اكريليك. قولي لي بقى، الرسم بيأثر عليكي في المذاكره؟ لا خالص. تحبي الرسم؟ شاركتي في معارض قبل كده؟ كتير، وباخد شهادات وكده. لو حابه في الاخر توجهي كلمه شكر اللي خلاكي ترسمي لوحات الجميله زي دي، توجهيها لمين؟ اشكر ربنا واهلي والميس. ليكي على اللقاء الجميل ده. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الصغيره الجميله، عرفيني بيكي. رقية احمد رضا. كلميني عن لوحتك المشتركه بيها النهارده. ولد مربوط وفلسطين ورصاصه وميداليه وده القدس. ايه الالوان اللي استخدمتيها في لوحتك؟ فابريكاسل واكليريك. مين بيشجعك على الرسم في البيت؟ ماما وميس ابتسام. بتحبي الرسم؟ بحبه. شاركتي في معارض قبل كده؟ شاركت وخدت جوائز. برافو عليكي، شطوره. لو حابه بقى تقولي شكرا للي خلاكي تدخلي معرض جميل زي ده وترسمي رسمه حلوه زي دي، تشكري مين؟ ربنا وماما وبابا وميس ابتسام. شكرا ليكي على اللقاء الجميل ده. ميرسي. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحه جميله جدا، عرفيني بيكي. انا نورهان اشرف، انا في ثالثه اعدادي. انا فنانه وهوايتي الرسم وبس كده. عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. اهلا بيكي، كلميني عن لوحتك اللي مشاركه بيها النهارده. انا لوحتي دي بتعبر عن فلسطين وان هما بيموتوا، ومع ذلك الاطفال مش بيستسلموا، ومع ان هما المفروض ان هما مش مسؤولين عن وطنهم، لكن هما مع ذلك عندهم حب للوطن وانتماء للوطن، وكمان مش بيستسلموا وبيبنوا وبيكملوا واحسن كمان من الكبار. وانا مشاركه بالوان خشب، ملونه بالوان خشب. كلميني بقى، الرسم اصلا بيأثر عليك في المذاكره ولا قادره توفقي ما بين الاثنين؟ لا خالص، مش بيأثر خالص. انا قادره اوفق بين الاثنين بحيث ان انا بذاكر وعامله وقت كمان للرسم. الرسم بيأثر في حياتك ازاي؟ اما بكون برسم بطلع مشاعري، زعلانه فرحانه، بطلع مشاعري في الرسمه بس كده. لو حابه بقى توجهي كلمه شكر في النهايه، توجهيها لمين؟ طبعا الشكر لله، وكمان شكرا لماما جدا تعبت معايا، وكمان شكرا لميس ابتسام، انا بحبها جدا وبتشجعني دايما في الرسم وبس كده. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، واتمنى المره الجايه اشوفك في معرض خاص ليكي. شكرا ليكي. الله، شكرا. من داخل المعرض قابلنا فنانه جميله بلوحتين جميلتين جدا، اهلا بيكي. اسمي مريم. اسمك ايه؟ مريم وليد. اهلا بيكي يا مريم، كلميني عن لوحتك الجميله دي النهارده. اللوحه دي بتعبر عن فلسطين، وبيتأملوا ان في امل ان هم ينتصروا. ونوع الالوان الاكليريك. كلميني بقى عن اللوحه الثانيه. اللوحه الثانيه بتعبر عن ان هي فلسطين، وده القدس، ودي خريطه فلسطين، وده علم فلسطين. كلميني بقى، شاركتي في معرض قبل كده؟ شاركت في معرض. بتحبي الرسم ولا بيأثر على المذاكره؟
بحب الرسم بس ما بيأثرش على المذاكرة. بفرق ما بين وقت المذاكرة ووقت الرسم. قولي لي بقى، مين شجعك على الرسم؟ ماما وبابا بيهتموا ازاي في الرسم بيكي في البيت؟ بيودوني كورسات قبل كده، وبعديها خدت مع ميس ابتسام وتعلمت الرسم بعد كده. بتاخدي كورس للرسم ولا انت بترسمي لوحدك كده؟ باخد كورس للرسم. لو عايزه بقى تقولي شكرا اللي خلاكي توصلي لمستوى جميل وترسمي لوحات جميله كده النهارده، تشكري مين؟ ربنا الأول، بعديها ماما وبابا وميس ابتسام. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحه في غايه الجمال، عرفيني بيكي. اسمي نور أسامة، عندي 13 سنة، بدرس في مدرسة قومية العجوزة. اهلا بيكي، كلميني عن لوحتك الجميله المشتركه بيها النهارده. اللوحة بتتكلم عن ان مهما حصل في فلسطين دايما فلسطين هتبقى واقفة، وهنا بيحكي ان الولد ده كان بيخاف من الدبابات، مهما حصل كان واقف ورا الحيطة وماسك علم فلسطين. ايه الوانك اللي استخدمتيها في لوحتك؟ ألوان خشب فبر كاسل. شاركتي في معرض قبل كده؟ لا، دي أول مرة. كلميني بقى، الرسم بيعطلك عن المذاكره ولا قادره توفقي ما بين الاثنين؟ اقدر اوفق بين الاثنين، لانها دي هوايه ليا وانا فرحانه بقدر ارسم، وانا زعلانه بقدر ارسم. تعتبر دي هوايه ليا بصراحه. لو حابه بقى توجهي كلمه شكر في النهايه اللي وصلك المستوى الجميل ده في الرسم، توجهيها لمين؟ اول حاجه بشكر ربنا ان هو اداني الموهبه دي، وبشكر مامتي، وبشكر مدرسي ميس ابتسام طبعا. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله المره الجايه اشوفك في معرض خاص ليكي. شكرا ليكي. شكرا. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحه جميله جدا، اهلا بيكي. عرفيني بنفسك. اسمي حور ابراهيم. اهلا بيكي يا حور، كلميني عن لوحتك الجميله اللي مشاركه بيها النهارده. اللوحة هنا بتتكلم عن يعني الراجل الكبير ده بيتكلم عن عراقة الشعب الفلسطيني، والحيطة المكسورة دي وجواها القدس، ان القدس بشكل جميل وفي بيوت مهدومة وراه، بس برضو ان هو هيفضل فلسطين عربية وان القدس هيفضل عربي. ان شاء الله ترجع لنا، امين. ايه الالوان بقى اللي استخدمتيها في لوحتك الجميله دي؟ استخدمت الوان خشب. الرسم بقى قولي لي، بيعطلك عن المذاكره ولا قادره توفقي؟ لا، بعرف اوفق بينهم، وممكن يعني برسم لما اكون حاسه اني زعلانه متضايقه كده. يعبر عنك. طيب لو حابه بقى توجهي كلمه شكر في النهايه اللي وصلك مستوى جميل ده في الرسم، توجهيها لمين؟ بوجهها اول حد لربنا طبعا، وبعدين ميس ابتسام، وبعدين مامي، وبعدين بابا. ميرسي ليكي، واتمنى اشوفك دايما في معرض كتير. ميرسي. داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحه لعوده لفلسطين، اهلا بيكي. اهلا حضرتك. عرفيني بنفسك. انا الفنانه ريتال ايمن، وبدات الرسم وعندي 5 سنين في جريد 6 وعندي 12 سنه. اهلا بيكي، كلميني بقى عن لوحتك اللي مشاركه بيها النهارده في المعرض. ان اللوحه دي بعنوان العوده لفلسطين، وان الدمار ده بيعبر عن دمار بسبب الصهاينه، والشجره دي بتعبر عن ان احنا عندنا امل كبير جدا في ربنا ان فلسطين ترجع لنا تاني حره واحسن من الاول ان شاء الله يا رب. ايه الالوان المستخدمه فيها؟ بستخدم الوان اكريليك وخشب. الرسم بقى بيعطلك عن دراستك ولا قادره توفقي ما بين الاثنين؟ لا، ده فوق بين الاثنين، وبرضه بيخليني اطلع شعوري او ارسم شعوري على اللوحه، وبيحسسني بالمتعه، ولسه ابقى رسامه وافتح معرض في المستقبل باسمي ويبقى فيه اللوحه بتاعتي باذن الله ان شاء الله. حد بيعلمك ولا انت هاويه؟ لا، انا هوايه كده، بس كان ماما بتشجعني وانا صغيره وكان بتساعدني. لو حابين بقى نوجه كلمه شكر ووصلنا المستوى الجميل ده في الرسم، نوجهها لمين؟ هشكر طبعا ربنا ان هو اداني الموهبه دي، واشكر ماما وبابا وميس ابتسام ان هم شجعوني، وان هم خلوني اشارك في المعرض ده، وان انا يعني اشارك وارسم الرسمه دي واشاركها في المعرض. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، واتمنى لك المره الجايه اجي احضر معرضك الخاص باذن الله. شكرا ليكي. شكرا. واثناء تواجدنا في المعرض قابلنا الفنانه الجميله الصغيره، اهلا بيكي. الحمد لله. اسمك ايه؟ فيروز. كلميني فيروز عن اللوحه المشتركه بيها النهارده. اللوحة في المسجد الأقصى وفلسطين بولدين. ايه الوانك بقى اللي استخدمتيها في لوحتك؟ ألوان فابر كاسل وألوان أكريليك. شاركتي بقى في معرض قبل كده؟ شاركت في معرض واخدت تكريم. بتحبي الرسم؟ مين بقى بيشجعك على الرسم في البيت؟ ميس ابتسام وماما. لو عايزه بقى تقولي شكرا للي خلاني اوصل لمستوى الجميل ده في الرسم، تشكري مين؟ ربنا وماما وبابا وميس ابتسام. ليكي على اللقاء الجميل ده يا فيروز. اثناء تواجدنا في المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحتين في غايه الجمال، اهلا بيكي. اسمك ايه؟ اسمي شهرزاد مصطفى، عندي 12 سنه ومن مدرسه محرم. كلميني بقى عن لوحاتك الجميله المشتركه بيها النهارده في المعرض.
اول لوحه هنا بتعبر عن حريه القدس، وان فلسطين دايما هتكون عربيه. وهنا بتعبر ان هو فلسطين هنا الدمار، والناس دي واقفه بتتفرج على الدمار وكده، ويعني هم متاثرين بيه. تمام. ايه الوانك بقى اللي استخدمتيها في اللوحتين؟ الاكريليك. مين شجعك على الرسم في البيت؟ بابا وماما. بابا. شاركتي في معرض قبل كده؟ ايوه، ده تالت معرض ليا. حابه يكون ليكي معرض خاص؟ يا ريت. اتمنى لك اشوفك المره الجايه في معرض خاص. لو عايزين بقى نوجه كلمه شكر لوصلنا المستوى الجميل ده في الرسم، نقولها لمين؟ بس طبعا اول حاجه بشكر ربنا، وبشكر ماما وبابا ومس ابتسامه ان هم شجعوني كتير على الرسم. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، شكرا ليكي. من داخل المعرض قابلنا الفنانه الجميله بلوحه جميله جدا لفلسطين ومعبره قوي. اهلا بيكي. الحمد لله. اسمك ايه؟ مريم محمد نجيب. كلميني بقى عن لوحتك اللي مشاركه بيها النهارده. هو انا عامله اللوحه ان هي تمد يد العون لفلسطين، ان احنا كلنا لازم نشارك علشان نحرر فلسطين وكده. تمام. ايه الالوان اللي استخدمتيها فيها؟ الوان جواش في الظل، ولم تحديد في بريكاسل. بتحبي الرسم مؤثر عليكي في المذاكره ولا قادره توفقي؟ لا، قادره اوفق، يعني في الوقت الاجازه بقعد ارسم فيه واسلي نفسي. كلميني بقى، بتحسي بايه وانت بترسمي؟ وانا سعيده بعرف اعبر عن رسمي، وانا برضو حزينه بعرف اعبر عن رسمي وبقعد ارسم. شاركتي بقى في معارض قبل كده؟ شاركت كتير. طيب لو حابه بقى توجهي كلمه شكر في النهايه لو وصلك مستوى الجميل ده في الرسم، توجهيه لمين؟ اوجهه طبعا اولا لماما لان هي جت ساعدتني وكده، وثانيا الاستاذه ابتسام لان هي اللي شجعتني ان انا اخش المعارض الكتير. ميرسي ليكي على اللقاء الجميل ده، واتمنى لك مزيد من النجاح ان شاء الله. كل الشكر والتحية والتقدير تتقدم به الفنانة التشكيلية ابتسام محمد لكل من الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن القائم بأعمال نقيب الفنانين على اللمسة الجميلة والرائعة بتبرعه ب5 جوائز نقدية بقيمة 10,000 جنيه للأطفال المشاركين في المعرض. كل الشكر والتحية والتقدير للأستاذ الدكتور علا يوسف أستاذ التصوير بالجامعات المصرية والدولية. والشكر والتحية والتقدير لفنان العالمي والجميل الفنان عبد الرحمن شوكت، والفنان التشكيل الجميل خالد البعو، والنحات الأستاذ محمد رضوان. وكل الشكر لكل أولياء الأمور ومصاحبوا أطفالهم عشان يشوفوا البهجة والسعادة والفرحة المرسومة عليهم من تكريمهم بشهادات التقدير ودروع التكريم من ملتقى الإبداع الفني الدولي للفنون التشكيلية، تنظيم وقيادة وإدارة الفنانة ابتسام محمد. هنطير بيكم دلوقتي بكاميرا ياسمين والرسام إلى أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، حيث معرض أجري بزنس الذي يقام كل فترة للآلات الزراعية والمعدات وكل الخدمات الجميلة أو اللي تخص الزراعة داخل هذا المعرض العملاق والرائع والجميل، واللي قام بتنظيمه والإشراف عليه بهذه الصورة المشرفة والجميلة هو الإعلامي ماهر الخضيري. هنروح بيكم دلوقتي لشركة من أهم الشركات اللي كانت عارضة في معرض أجري بزنس للآلات والمعدات الزراعية، وهي شركة الغازي، واللي امتازت فعلا بوجودها وكمان كل الجمهور الرائع اللي كان بيزور الشركة داخل المعرض، واللي أثنى ثناء كبير جدا على كل الآلات والمعدات اللي بتقدمها شركة الغازي للآلات والمعدات الزراعية تحت قيادة وإدارة مهندس حمادة الغازي. والحقيقة شركة الغازي من الشركات الجميلة أوي اللي قدمت بعض المنتجات الرائعة والجميلة، ومنها العزاءات والبلاوتر والرشاشات الكهربائية وطرمبات المياه والرش، وكمان كل الأدوات اللي بيحتاجها الفلاح لتحسين العملية الزراعية. هنروح بيكم دلوقتي للقاء من أهم اللقاءات اللي رصدناها مع مدير الشركة مهندس حمادة غازي، هيكلمنا عن منتجات الشركة، المميزات اللي يتميز بيها، كمان كل المعاملات الطيبة والجميلة قوي للعملاء، وتوفير كل الآلات والمعدات الزراعية لخدمة البلاد والعباد والوطن والمواطن. واللي أجرى اللقاءات الإعلامية آية خالد. من داخل المعرض لشركة الغازي للآلات والمعدات الزراعية، نسعدنا أن نلتقي بالباشمهندس. نتعرف بحضرتك؟ مهندس حمادة غازي مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تكلمني عن المنتجات اللي أنت النهاردة اشتركت بيها في المعرض؟ احنا النهاردة نزلنا ببعض المنتجات الخفيفة وبعض المعدات اللي بتقدر تساعد الفلاح عموما. مثلا نزلنا النهارده بالاوتومايزر بتاع الخطوط للرش، ونزلنا بعزاءات بكل انواعها وكل الفئات بتاعتها. نزلنا بعزاءات بدايه من ال7 حصان وال14 حصان وكمان ال16 حصان. عندنا البلانتر الزراعي، وعندنا الرشاشات الكهربائيه، وعندنا
مثلا المحاشات البرسيم وطرمبات الرش وطرمبات الميه ومقصات التقليم، كل ما يخص الزراعه في كل المجالات وفي كل كمان المساحات المختلفه، سواء كانت مساحات كبيره او حتى مساحات صغيره. احنا الهدف بتاعنا هو اكمال الدايره الميكنه او نميكن المزارع الصغيره والكبيره عشان نوصل لاقصى درجه استفاده وتوفير من الفلاح. طبعا كل ده بيوفر جهد ووقت. طبعا الغرض من الميكنه اصلا هو توفير الوقت وتوفير الجهد، وبالتالي كمان زياده الانتاج، لان كل ما بوفر انا شيء معين بينعكس على زياده الانتاج، ثم ان الميكنه كمان بتنعكس على جوده الانتاج اثناء العمل، غير طبعا لما استخدمها بالايدي العامله. طب ايه المميزات اللي بتميز منتجاتك عن المنافسين مثلا؟ احنا بفضل الله تعالى عندنا براندات خاصه باسم شركه الغازي، الحمد لله بننفرد فيها داخل السوق المصري، سواء بالنسبه للعزاء 16 حصان او البلانتر الزراعي او العزاء 7 حصان. دي انواع البراندات. دي انواع البراندات. انا بتتميز مثلا عزاء 16 حصان عن الحاجه اللي موجوده في السوق تنافس، ان مفيش اصلا عزاء 16 حصان لدى السوق المصري الا عند شركه الغازي. بتتميز العزاء 16 حصان عن السوق ان هي 6 غيارات او 6 سرعات معايا. يعني مثلا لو بنقول ان انا بيني وبين اللي اقل مني درجه، مفيش نسبه للتنافس نظرا لا وجود قدره حصانيه ولا وجود هيكله بالنسبه للجيربوكس والسرعات. فانا الحمد لله بننفرد بمميزات كتير جدا في المنتج. لو اتكلمنا على البلانتر الزراعي فاحنا بننفرد في دقه الزراعه. بالنسبه للبلانتر الزراعي بتصل لحد 99%. البلانتر الزراعي عندنا بيزرع بدايه من حجم حبايه السمسم لحجم حبايه الفول، بيتحكم في المسافه، في العمق، في العدد، درجه الزراعه او درجه نقاء او مستوى الزراعه بنوصل بفضل الله لحد 99%، وان شاء الله باذن الله مفيش بلانتر زراعي بيوصل للدرجه دي الحمد لله الى الان الا بلانتر الغازي. كمان عندنا المقصات الفالكو اللي هي التايواني او حتى الدرجه البراند الاقل شويه او الاعلى شويه، سواء السويسري او التايواني او حتى الياباني. كل شيء عندنا ليه اكتر من دوله بنجيبه منه، وبنحاول ان احنا نميكن زي ما قلت لحضرتك، سواء الميكنه الخفيفه او الميكنه الثقيله. طبعا زي ما حضرتك كل براند ليه استفاده معينه غير التاني. طيب لو حضرتك بالنسبه للاسعار بقى، بالنسبه للاسعار الحمد لله تعالى احنا عندنا كل الفئات السعريه من كل المنتجات. كل الفئات السعريه سواء كانت من البلانتر، فعندنا بلانترات تبدا من 2500 جنيه الى حد مثلا من 2500 تاني معلش من 2500 جنيه لحد 4900 جنيه، 21 موديل، يعني بيناسب كل الفئات السعريه وكل المساحات الكبيره او المساحات الصغيره. الهدف هو فعلا ميكنه المزارع الكبيره والمزارع الصغيره، وده هدف رئيسي ان احنا نوصل لاقصى درجه استفاده من كل الفلاحين عشان ما نشتغلش على فئه واحده بس. ونزلت منها تعدد يبدا مثلا من 15000 جنيه او من 14000 لحد 24 7 او 8 فئات، يعني بمتلك كل فئات المجتمع الزراعي عشان اوصل لاقصى درجه استفاده موجوده، سواء كانت من الفلاح الصغير او حتى الفلاح الكبير. والداتا دي ان شاء الله باذن الله قادرين ان احنا نستمر بيها نوصل بعد كده للمعدات الثقيله الكبيره ان شاء الله. انا شايفه ان الاسعار مناسبه مع فئات المجتمع. ده هدفنا ودي اصلا تميز، يعني ده شيء مميز. ده هدفنا اصلا ان احنا نوصل لفئه سعريه كويسه، وفي نفس الوقت فئه جوده تكون ممتازه ان احنا نوصل ليها. ومش فكره ان انا انزل السعر بدون جوده، لا الحمد لله الجوده موجوده قبل السعر، وده اللي يدل على جهدنا في العمل بتاعنا. وكمان العملاء بتوعنا هم اللي بيرشدوا عننا، زي ما حضرتك شفت في المعرض هنا اكثر من مره ان البورتيشن الوحيد اللي كان عليه تضخم في خلال ايام المعرض الموجود. بالنسبه للعملاء لو عايزين يتواصلوا لشراء منتجات حضرتك الحمد لله يتم التواصل ازاي؟ الحمد لله احنا لنا مقرات على مستوى الجمهوريه، وكمان بننزل معارض عشان نقرب من الناس. عندنا موقع الكتروني موجود، خدمه ما بعد البيع موجوده عن طريق ارقامنا. كمان عندنا خدمه اضافيه مش موجوده في كل الشركات، الا وهي خدمه الصيانه الالكترونيه موجوده. شخص فني متخصص في تعليم الصيانه الداخليه لكل معده داخل بيته، يعني الفلاح بيتحول اصلا للمصين لنفسه ويقدر اعلمه. بالنسبه لارقامنا موجوده طبعا على صفحاتنا 010 30 31 58 07، وطبعا عندنا كمان 0100 320 36 56 و011 266 95 401. دي ارقامنا، وكمان على اليوتيوب وعلى الصفحات التواصل الاجتماعي كلها بفئاتها الموجوده. انا بشكر حضرتك جدا، وكمان الميزه اللي عند حضرتك اللي انت بتسعى يعني لراحه العملاء. خدمه ما بعد البيع دي هدف رئيسي بيستحوذ على قدراتنا باكثر من 60%، وان شاء الله باذن الله يعني ال 40% قادرين ان احنا ان شاء الله نخليهم اكتر من كده. لكن فكره خدمه ما بعد البيع ده هدفنا الرئيسي، لان الداتا اللي موجوده عندنا النهارده هي المعلن الرئيسي عننا.
انا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق طبعا لحضرتك. شكرا لحضرتك وسعيد جدا بلقائك. شكرا. وقبل ما نغادر المعرض كان لنا لقاء مهم جدا مع شركة من أهم شركات الأسمدة والكيماويات، وهي شركة أفيكو مصر، اللي نالت على إعجاب كل رواد المعرض. والحقيقة كانت كمية الرواد والعدد الكبير أو الهائل من الناس اللي كانوا بيزوروا الشركة دي لأهميتها وأهمية كل المواد الجميلة أو المنتجات اللي هي بتنتجها، كانت على أعلى مستوى وعلى أعلى أداء جدا داخل المعرض. وده اللي نالت عليه الشركة فعلا من حب وثناء من كل الرواد اللي زاروا شركة أفيكو مصر داخل أرض المعارض بمدينة نصر في معرض أجري بيزنس. الحقيقة الشركة دي من الشركات الجميلة أوي اللي بتقدم لنا بعض المنتجات الرائعة والجميلة لخدمة المزارع والفلاح، ومنها أمين المزارع السائل والأصيل والكبريت الزراعي والكومبستيف السائل ومبيد النيماتودا واليوريا وغيرها من كل المنتجات الجميلة قوي، وكمان سلفات البوتاسيوم اللي هي بتفيد بيها دايما الزراعة والفلاح. هنروح بيكم دلوقتي في اللقاء اللي رصدناه داخل كاميرا برنامج ياسمين والرسام مع مدير المبيعات والدعم الفني على مستوى الجمهورية المهندس هاني، اللي هيكلمنا عن كل منتجات الشركة، كل المميزات اللي بتميزها، وكمان خدمة العملاء وازاي ان هم يتواصلوا معاهم لشراء كل هذه المنتجات. اجرى اللقاء الاعلامي آية خالد. داخل المعرض شركة أفكو مصر للأسمدة والكيماويات، نسعدنا أن نلتقي بالباشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك، ممكن تعرفنا بحضرتك؟ المهندس هاني حافظ الشافعي من شركة أفكو مصر للأسمدة والكيماويات، مدير المبيعات والدعم الفني. أهلا وسهلا بحضرتك، كلمنا عن المنتجات اللي حضرتك بتشارك النهارده بيها في المعرض. أنا بفضل ربنا احنا الحمد لله رب العالمين حاليا عندنا أكتر من 5-6 منتجات، وكلهم بفضل ربنا مسجلين في وزارة الزراعة، وتخصصنا وخدنا نمبر 1 بفضل الله في منتج الكومبوستيف السائل على مستوى الجمهورية. الكومبوستيف السائل اتكلم بس هاخد فيه دقيقة واحدة. الأول كان جيركنا لونه أزرق، فلما حصل غش في السوق والناس بدأت تقلد المنتج فتوجهنا اتجاه في ناس بتقلد المنتج؟ اي يا فندم، خدوه يعني انه ضعفاء النفوس وكده، فغير المنتج شويه وبداوا يقلدوا الماركه بتاعي والنوع، فاضطريت ان انا اروح في جنب تاني خالص، غيرت شكل المنتج، غيرت لون الجيركن بتاعي كامل، بحيث ان انا افضل على نفس المستوى بتاعي، ما حدش ياخد منتج يكون مضروب ولا شيء ونسيبه لنا احنا بفضل الله يعني. طيب ايه الميزه اللي بتميزك عن المنافسين في السوق؟ احنا المنتج بتاعنا بفضل ربنا نمبر 1 من اعلى ماده عضويه، يحتوي على كل العناصر الصغرى والكبرى. يمكن انا الشركه الوحيده اللي توصلت وقدرت اعمل الحمد لله بروتوكول تعاون مع كل مديريات الزراعه على مستوى الجمهوريه، بدات اغطي كل الجمعيات الزراعيه على مستوى الجمهوريه. لحد الان معايا 22 محافظه بمراكزهم بجمعياتهم المحليه بالجمعيات الاهليه، يعني بدات اوفر المنتج على مستوى الجمهوريه بفضل الله. غطيت اكتر من تلتين الجمهوريه لحد الان. يعني بتحاول تسعى بحيث ان منتجاتك توصل على مستوى الجمهوريه يعني. دي احنا اخترنا الجمعيه الزراعيه لان دي اكتر مكان ثقه للفلاح وللمزارع. كان من فتره في مكاتب الارشاد الزراعي فده الوحيد اللي كان بيدي الدعم الفني للفلاح او للمزارع، فاحنا اخترنا دي لان ده الجهه الوحيده اللي اكتر صدق اكتر امان للفلاح والمزارع. الحمد لله عشان المنتج بتاعي متسجل في وزاره الزراعه، معاه تحاليل من وزاره الزراعه، معاه شهادات ايزو، فالحمد لله ده كان سهل، الباب مفتوح معنا، سهل ان احنا نقدر نوفره في الجمعيات الزراعيه ويكون اقرب للفلاح والمزارع. بجد عمل رائع جدا. طب اللي عاوز يتواصل مع حضرتك لشراء المنتجات يتواصل ازاي؟ احنا عندنا اكتر من حاجه. لو بالنسبه للجمعيات اقرب حاجه ليه تكون الجمعيه الزراعيه، متوفر جوه الجمعيه الزراعيه. يسال عن الجيركن الرصاصي السيلفر، شركه افكو مصر كومبوستيف السائل معروف تمام جدا. طيب في ايه تاني تواصل؟ فيش التليفونات شغاله 24 ساعه ما بنبطلش. في ارقام التليفونات للتواصل مع حضرتك؟ معانا يا فندم. في رقم 010 32 66 50 80، وفي 011 54 35 257، وفي رقم تاني وده شغال برضه على طول معانا 010 17 81 2225.
تمام. ده كله ده قسم المبيعات يعني. في عندنا اكتر من صفحه على الفيسبوك، السوشيال ميديا، كل مواصل التواصل، في انستجرام، اليوتيوب، كله موجود الحمد لله. صفحه افكو مصر الاسمده والكيماويات. انا اتشرفت بحضرتك جدا. شرف لينا يا فندم، شرف لينا، تحت امرك. وفي نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون كل فقراتنا قد نالت إعجابكم، على أننا مستعدين لنقل كل معارض الفنون التشكيلية وكمان المعارض اللي هي للآلات الزراعية والمعدات والأسمدة والكيماويات وغيرها من كل الإيفنتات الجميلة قوي على مستوى الجمهورية. تواصلوا معنا على أرقامنا اللي موجودة على الشاشة، أو زوروا صفحتنا على الفيسبوك سامي الرسام أو الإعلامي سامي الرسام، أو ابعتوا لنا كل ما يخصكم من فيديوهات ومواهب على رقم الواتساب 012 اللي موجود على الشاشة. على أمل ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم من كان في العمر بقية، وإلى اللقاء.